بيشتغل بمنطق الحلم وبيعتبر الرواية الأدبية مصدر للشغف. المخرج المبدع مروان حامد، نجل الكاتب الكبير وحيد حامد، واللي بيعتبر من أعمدة الكتابة في السينما والتلفزيون المصري، ووالدته الإعلامية الشهيرة زينب سويدان، يعني من بيت فني متكامل. اتولد 29 مايو 1977 في القاهرة، وعشان محاط بالفن من كل اتجاه اتشكل عنده حب لعالم السينما وخاصة الإخراج، واللي بالفعل التحق معهد السينما علشان يدرسه بتوسع، واللي من خلاله قدر ينمي قدراته ومهاراته لحد ما وصل في النهاية لإخراج أول فيلم قصير، وكان هو مشروع تخرجه ليلي، اللي حاز وقتها على إعجاب النقاد. ومن هنا بدأت قصة المخرج المبدع مروان حامد. اربط جزمتك. انا اسمي ليلي، انت ما سمعتش عني؟ طبعا سمعت عنها، ده كلام الناس كله عليها. الوحيدة اللي قالت لا، كلهم جولي عشان يتصيروا الا هي. عرضت عليها مليون جنيه مهر ما وافقتش. طلع لي فيها على ايه مش عارف. اصل امها كانت اتجوزت واد خواجه، اخي اتجوزت خواجه اسمه وينستون، قعد معاها اسبوع وبعدين اتنفى. راجل اهبل، قضى معاها ليله عجيبه، وبعد كده قعد يبعت لها شهريه. ايوه البديعه والليله، اصل اسمها الحقيقي ليلى، لكن ليلي ده لما جه جدها وجدتها يشوفوها سموها ليلي. في سنة 2006 كان بدأ في الخطوة الأهم بالنسبة لي، وهي إخراج فيلم عمارة يعقوبيان، واللي شارك فيها النخبة من الفنانين الكبار، وعلى رأسهم الفنان والزعيم عادل إمام. هو اصل تخيل انت اول فيلم هيبقى عمارة يعقوبيان، اول شوط مع الاستاذ عادل امام. فطبعا الاستاذ عادل احتواني ضربات قلب يا مروان. والله ضربات قلب رسمي يعني. الاستاذ عادل احتواني احتواء كبير جدا جدا جدا، و يعني انا كان بيني وبينه علاقه طيبه جدا في هذا الفيلم. وبعدها شارك في اخراج مسلسل لحظات حرجه، وكمان اخراج كليب بنقول ايه للفنان الهضبه عمرو دياب. مش كتير يعرفوا انه الاسم الكبير المخرج مروان حامد بدأ في بداياته وعمل فيديو كليب لعمرو دياب. يعني عمرو دياب نجم كبير جدا، وانا اصلا بحب عمرو دياب على يعني قبل ما اعرفه شخصيا. اكيد بحبه بشكل يعني كواحد من جمهور عمرو دياب. يعني مفيش اغنيه ينزلها عمرو دياب الا الواحد يسمعها من هو صغير يعني. وطول الوقت، ولما جات لي الفرصه دي وقتها كان موضوع الفيديو كليب كان حاجه كبيره. ما كان يعني كان دايما الاغنيه ليها فيديو كليب ودايما بتصور وما الى ذلك. سعدت بيها جدا. الاغنيه دي صورناها في امريكا، في لوس انجلوس. بس قبل ما نتكلم عن باقي اعماله الاخراجيه ومدى قدرته على الابداع في ايصال كل شعور للمتفرج بشكل محترف، وعن حبه الشديد للاخراج وشعوره ان شيء ناقص لو ما اشتغلش فيه، خلينا نتكلم الاول عن فيلم ليلي، واللي زي ما قلت لك كان اول فيلم قصير يخرجه مروان. كان من بطوله عمرو واكد وسامي العدل ودينا نديم. لو ما تعرفش، فالفيلم مأخوذ عن قصه قصيره للكاتب المصري المبدع يوسف ادريس، وكان بيناقش موضوع الصراع بين الخير والشر في المجتمعات العربيه. قيل عن الفيلم انه وصل المعنى من غير ايذاء المتشددين. الفيلم ببساطه بيتكلم عن امام مسجد اتعين في حي البطنيه بالقاهره، والحي ده معروف بتجاره المخدرات، وبيسعى الامام خلال الفيلم على هدايه سكان الحي لحد ما بيتعرض لاغراء من بنت جميله ليلي، وده اللي بيدخله في صراع نفسي وداخلي. ومن هنا سلط الضوء على التحديات اللي بتواجه النفس البشريه بين الفضيله والرغبات. نجح الفيلم جدا، ونجح المخرج المبدع انه يوصل المشاعر اللي كان حابب يعبر عنها باستخدام لغه مناسبه، ولانه مؤمن جدا ان لغه السينما هي اللغه اللي ممكن نعبر بيها عن اي موضوع، نجح في معالجه مواضيع معقده وحساسه باسلوب سينمائي مميز. ورغم حصول الفيلم على جوائز زي جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، وده بيدل على التقدير الدولي للفيلم، إلا إنه لم يخلو من الانتقادات الحادة اللي وصلت بيه لعدم عرضه في بعض الأماكن. ولأنه بيقدر جدا كل فيلم بيكون مسؤول عن إخراجه، فلازم ياخد ما بين كل عمل فترة نقاهة بيقف فيها عشان ياخد نفسه ويقدر يكمل، وعشان كمان شغله بيكون من 12 ل 16 ساعة، بيبدأ من اللوكيشن وينتهي في المونتاج، فالأكيد إنه لازم يكون في فترة يفصل دماغه نهائي عن كل ده. هتلاقي إن أنا ما بين الأفلام وبعض أنا باخد فترة توقف محترمة شوية. يعني هتلاقي ان ايه يعني من اول فيلم عمارة يعقوبيان 2006 اللي النهارده هم في الاخر اظن 7 افلام. ف7 افلام دول كل فيلم خد فترته في التحضير، خد فترته في التصوير وفي المونتاج وكل حاجه، بس لازم يبقى في فتره توقف في النص. فتره توقف عشان اللي انت بتقوله ده مهم جدا.
ولانه زي ما قلت لك بيقدر جدا الروايه الادبيه، فهي بتمر معاه بمراحل في القراءه. فمثلا في البدايه بيقرا علشان يتعرف على الموضوع ولازم يشد السيناريو او الروايه، وبعد كده بيقراها بعيد مخرج بيحول كل شيء فيها لسؤال، وكل لما يجاوب عليه يقرب للسبب الدرامي فيقدر يخلق جو للمتفرج. ده غير طبعا عشان يوصل للاجابه هيعمل ريسيرش وده هيفيده جدا. تجربتك في الفيلم ده سواء العالم اللي انت داخل تكتشفه جوه الفيلم او من خلال صنعك ليه، لان انت لما يعني لو انت تقعد في تجربة الفيلم كلها على بعض على احسن تقدير مثلا لو سريعة جدا مع يعني في الحاجات اللي انا عملتها سنة مثلا ما بين الكتابة لحد ما تسلم الفيلم، لو قلنا السنة اللي انت كمان بتدخل جامد جدا في موضوع الكتابة، فانت اولموست يعني انفولد تماما. او بعد سنة لازم تكون انت كإنسان اتطورت برضه. في 2009 قرر ينتج تاني أفلامه الطويلة، وكان الاختيار لفيلم إبراهيم الأبيض من بطولة الفنان أحمد السقا ومحمود عبد العزيز وهند صبري، واللي كمان حقق نجاح كبير وقتها، وكان بيناقش فيه العنف في الأحياء الشعبية وعلاقة الحب والصداقة بين الشخصيات. ومن نجاح الفيلم فاز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما. وممكن كل اللي فات ده نسيبه على جنب ونشوف التحفة الفنية اللي قدمها لينا المخرج العبقري مروان حامد والكاتب المتميز أحمد مراد لما قرروا يقدموا لينا فيلم الفيل الأزرق سنة 2014، واللي اتبع فيه المخرج مبدأ تغفيل الجمهور. لما قالوا إن ماشي بمبدأ عشان تخلي الجمهور يترعب تعمل شوت قبله الجمهور يكون مسترخي فيه. إن ساعات مثلا أنت عايز تعمل تأثير معين فتعمل عكسه في المشهد اللي قبله. ازاي احكي؟ يعني مثلا عايز تعمل منطقة كده يبقى فيها رعب سن أو فيها صدمة، قدر الإمكان المشهد اللي قبله يبقى مشهد الجمهور يبقى مسترخي ما يبقاش متأهب تغفله يعني. يعني فاهم ازاي ان انت يعني كان قالها براين دي بالما وهو بيعمل فيلم كاري. وعلشان الفيلم يطلع بالشكل اللي شفناه استمر في إخراجه 2 سنين متواصلين، والأكيد إن عدد كبير جدا شاف الفيلم، وهتلاقينا محللين الفيلم بالتفصيل على القناة، فلو لسه ما شفتوش هتلاقيه في علامة الآي اللي هتظهر فوق دي. ومن كتر الإبداع اللي في الفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما العربية وجائزة أفضل إخراج في مهرجان جمعية الفيلم. هل تفتكر وقف لحد كده؟ بالعكس، دي كانت انطلاقة تانية للمخرج، خلاه يكتشف تكنيك ونوع سينمائي ما يعرفوش، وده اللي خلاه يشتغل لفترة من الزمن، وكمان خلاه يتميز بأسلوب إخراجي بيجمع بين الواقعية والابتكار البصري، ودايما بيهتم بالتفاصيل الفنيه الدقيقه سواء في التصوير او في الموسيقى او حتى اداره الممثلين. ده غير امتلاكه القدره فريده على تحويل نصوص الادبيه لاعمال سينمائيه ناجحه، زي ما كمل في تحويل اعمال لافلام من خلال فيلم الفيل الازرق 2 سنه 2019. بس قبل ما نتكلم عن الجزء الثاني خلينا نتكلم عن اخراجه الفيلم تراب الماس 2018 اللي جمع فيه ما بين الدراما والتشويق واسلوبه السينمائي المتميز، واللي بالمناسبه كان مقتبس من روايه الكاتب المبدع احمد مراد، واللي التعاون ما بينه وبين المخرج مروان حامد بيقدم لنا اجمل افلام ممكن نتفرج عليه. نرجع تاني لفيلم تراب الماس اللي بيتكلم عن شاب بيشتغل في صيدليه وبيكتشف اسرار بتتعلق بوالده الراحل، وكان ابطال الفيلم هم آسر ياسين، منى شلبي، ماجد الكدواني، والفيلم فاز بجائزه افضل فيلم وافضل اخراج في مهرجان جمعيه الفيلم. لو هنرجع للجزء الثاني من الفيل الازرق فاحنا كده قدام محتوى وتحفه فنيه مقدمه للجمهور، اخراج ولا غلطه بيكمل فيه الاحداث الغامضه اللي حصلت في الجزء الاول، بس الفرق ظهور شخصيه جديده اضافت تميز للعمل واللي كانت عندها اثار خطيره وغامضه، وهي الفنانه هند صبري، وكمان الفنان اياد نصار اللي شارك في الجزء الثاني. واخيرا فيلم كيرة والجن اللي اتعرض سنه 2022 مأخوذ عن روايه 1919 لكاتب احمد مراد، بيتكلم عن فتره الاحتلال البريطاني لمصر وصراع المقاومه المصريه ضد الاستعمار، واللي كان من ابطال الفيلم كريم عبد العزيز واحمد عز وهند صبري. ولان المخرج بيهتم جدا يعيش في الحقب الزمنيه اللي يخرج عنها ويكون دارس كويس جدا هيعمل ايه، فالفيلم طلع بافضل شكل منه وحقق ايرادات قياسيه لدرجه وصول لاعلى الافلام المصريه ايرادا. وبكده نكون خلصنا لك اعمال المخرج العبقري والمبدع مروان حامد، واللي منتظرين منه افلام اكتر واعمال لا تقل عن المستوى اللي شفناه.